النهارده صحيت الصبح لقيت مراتي بتقولي صباح الخير ونزلت مع الولاد توديهم المدرسة، ومحدش منهم عبرني وقال لي كل سنة وانت طيب، ونسيوا ان النهارده يبقى عيد ميلادي. رحت الشغل لقيت ابويا وامي كلموني وبرضه محدش منهم افتكر عيد ميلادي، والوحيدة اللي كانت فاكرة عيد ميلادي هي نادية السكرتيرة بتاعتي. لقيتها جاية وبتقولي كل سنة وانت طيب، وبتعزمني على العشاء كمان، وقالت لي بعد الشغل نروح نتعشى في مطعم حلو كده وهادي، ما ينفعش تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. قلت لها تمام، وقبل ما نخلص شغل نزلت اشتريت احلى ازازة برفان عشان اقدمها لنادية السكرتيرة واعرض عليها الجواز، هي دي اللي المفروض تكون شريكة حياتي. فقالت لي هروح الحمام وراجعة. قلت كويس عشان برضو اعرف اطلع الهدية واظبطها كده. وقبل ما اطلع الهدية بثواني لقيت مراتي وعيالي داخلين ومعاهم بلالين وهدايا، وامي وابويا جايين ومعاهم السكرتيرة وبتقول لي ايه رأيك في المفاجأة دي؟ اتاري مراتي هي اللي مخططة لكل ده ومتفقة مع السكرتيرة عليا.